مرحباً بالجميع. اليوم غادي ندخلو نيشان في واحد من أكبر الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة، وهي العلاقة الشائكة بين الطبيعة والثقافة، وشنو الدور ديال كل واحدة فينا كبشر. يلا فكروا معايا في واحد الحاجة غريبة شوية. علاش في العالم كامل الناس كاملين كيضحكوا ويبكيو تقريبا بنفس الطريقة ياك؟ ولكن فاش كنجيو نشوفوا كيفاش كيتسالموا على بعضياتهم ولا كيفاش كياكلوا كنلقاو العجب، كل واحد وطريقته. هاد السؤال هو اللي غادي يحل لنا الباب على الموضوع ديالنا. وهنا فين كنوصلوا للغزل الكبير، فين بالضبط كتساري الطبيعة فينا وفين كتبدا الثقافة. راه الخط اللي بيناتهم ماشي باين، لا هو داخل في بعضياته لواحد الدرجة اللي صعيب تفكو. وهذه هي المعضلة اللي بقات محيرة المفكرين شحال هادي. واللي كيزيد يعقد هاد الشي كتر هو واحد الفكرة قالها الباحث رالف بيلز. كيقولك الإنسان فاش يلاه كيتزاد راه بحال يلاه باقي في مرحلة الجنين، النمو ديالو ما كيكملش غير بيولوجيا صافي، لا ضروري وخاصو يكمل وسط واحد المحيط ثقافي. بعبارة أخرى حنا كنحتاجو للثقافة باش نوليو بنادم بصح. إذن كيف ما كتشوفوا القضية كانت مرونة بزاف، الخيوط ديال داكشي اللي فطري وداكشي اللي كنتعلموه كانت مشابكة. ولكن جا واحد المفكر اللي عطانا بحال شي صاروت بسيط ولكن عبقري باش نبداو نفكوا هاد الحريرة. وهذا المفكر هو الأنثروبولوجي الفرنسي المعروف كلود ليفي شتروس. ليفي شتروس هو اللي غادي يحط لنا واحد المعيار واضح بحال شي ميزان ولا مسطرة اللي غادي يخلينا نقدروا نفرقوا بسهولة بين شنو هو طبيعي وشنو هو ثقافي. وهانت الساروت ديال ليفي ستروس كيقولك ببساطة، شوف أي حاجة كنلقاوها عند بنادم كامل فين ما كان بلا حتى شي استثناء، يعني شي حاجة كونية وعالمية، هذيك راها طبيعة. أما أي حاجة خاضعة لشي قانون، لشي قاعدة، لشي عادة، هذيك هي الثقافة. الفكرة كتبان بسيطة ولكن راها عميقة بزاف. إذن هاد المعيار كيخلينا نفرقوا الأمور لجوج جهات. من جهة عندنا الطبيعة، تما كنلقاو داكشي اللي كوني اللي كيجي تلقائيا غريزي، ومن جهة أخرى عندنا الثقافة، هنا فين كاينه القاعدة، النظام، داكشي اللي كنتعلموه ونكتسبوه. يلا ندخلوا شوية في التفاصيل ديال جهة الطبيعة. أول حاجة وأهم حاجة هي الكونية، يعني كنلقاوها عند أي إنسان في أي وقت وفي أي بلاصة. هادشي كيكون فطري غريزي، يعني جزء من البيولوجيا ديالتنا، وهو داك القاسم المشترك بيناتنا كاملين كبشر، وشي حاجة ضرورية باش نعيشو بحال التنفس والجوع والعطش. ودابا نمشيو للجهة المقابلة، جهة الثقافة. هنا كل شيء كيبدا بالقاعدة، بالقانون، ما كاينش شي حاجة سميتها التلقائية. كل شيء كنتعلموه كنكتسبوه من المجتمع، من التقاليد اللي ورثناها على جدودنا. وعلى هادشي علاش الثقافة ديما كتكون خاصة ونسبية، يعني اللي هنا ماشي هو اللي لهيه، كل مجتمع وثقافته. مزيان، دابا من بعد ما فهمنا هاد المعيار الواضح ديال ليفي ستروس، اجي نسولو شنو كيعني هاد الشي كامل بالنسبه لينا كبشر؟ فين هي بلاصتنا حنا في هاد القصه كامله؟ وهاد الصوره كتوضح الفكره بواحد الشكل زوين بزاف. الانسان راه ماشي غير كائن طبيعي صافي وماشي غير كائن ثقافي صافي، لا، الانسان هو ديك القنطره، داك الجسر اللي كيلاقي بين هاد جوج عوالم، عالم الطبيعه وعالم الثقافه. وهنا فين كاينه الفكره الجوهريه. الفلاسفة كيسميو الإنسان كائن متمفصل. شنو كتعني هاد متمفصل؟ يعني هو داك المفصل، بحال المفصل ديال الركبة اللي كيلاقي جوج عظام. الإنسان هو اللي كيلاقي وكيجمع بين داكشي اللي بيولوجي ووراثي من جهة، وداكشي اللي كنتعلموه ونكتسبوه من جهة أخرى. يعني نقدروا نلخصوا المسار ديال أي واحد فينا في جوج خطوات. الخطوة الأولى كنبداو حياتنا ككائنات طبيعية 100%، كنتزادوا بالجينات ديالنا، بالغرائز. الخطوة الثانية الوجود ديالنا كإنسان عاد كيكتمل بالثقافة، بداك الشيء كامل اللي كنتعلموه وناخدوه من المجتمع ديالنا. إذن الخلاصة المهمة هي هادي، حنا البشر، حنا هما الكائنات الوحيدة اللي معروفة في هذا الكوكب اللي عايشين في واحد نقطة التقاء فريدة من نوعها. حنا ديما عايشين بين الغريزة والقانون، بين الضرورة ديال البيولوجيا وبين التقاليد ديال المجتمع. هذه هي اللي كتخلينا مميزين. وهادشي كامل كيخلينا نطرح واحد السؤال كبير باش نفكروا فيه. إلا كانت الثقافة هي السبب في الاختلافات اللي بيناتنا، فشنو هي ديك الحاجة اللي مشتركة بيناتنا كاملين، ديك الحاجة الكونية اللي كتخلينا في التالي كلنا بشر؟
طبعا هذا الموضوع راه بحر كبير وفيه ما يتقال. للناس اللي بغاو يتعمقوا كتر في هاد الأفكار هادي كاينين مصادر ممتازة بحال القناة ديال الأستاذ الفلسفة للجميع اللي كيدخل في تفاصيل ديال هاد الإشكاليات. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. قناة الفلسفة للجميع، قناة المعرفة الهادفة. لا تنسوا دعمنا.